وجبة الفطار هي الوجبة اللي احنا بنستناها بعد اكتر من 14 ساعة صيام عشان في الاخر ندي جسمنا كل اللي هو محتاجه. كلنا بنتنافس في الاكلات اللي كلها بشاميل ومحاشي وبنبقى عايزين على السفرة بتاعتنا يبقى فيه احلى اكل، بس وجبة الفطار هي سلاح ذو حدين، يا اما ان انا اعملها صح واحافظ على وزني طول رمضان واطلع منه بصحة احسن، او ان هي تبوظ لي الدنيا خالص. عشان كده على سفرة ريهام هنقول لكم شوية تريكات تعملوها تحافظوا بيها على وزنكم، وكمان هنحول الاكل اللي احنا بنعمله على السفرة اللي هو دسم وفيه سعرات كتير لنفس الطعم بس بسعرات اقل وكمان صحي. وخليني بقى يشارككم معانا الحلقة النهاردة بتاعة الفطار الروائي والكاتب والسيناريست المهم جدا الجامد جدا اللي مكسر الدنيا واعماله كلها خطيرة، وصديقي الشخصي محمد صادق. صادق، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. الله يكرمك. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ انت عارف احنا هنعمل ايه النهارده؟ ايه؟ انت هتطبخ. ماشي. انا مش هطبخ. ده الثيم بتاع البرنامج. اوكي. انا هقول لك احنا هنعمل ايه وانا هساعدك. ماشي. حاضر. احنا جايبين المكرونه بشاميل اللي هي الهيرو بتاعه الفطار طبعا. وعايزين نعمل لها شويه بدايل بسيطه عشان نخليها في الاخر تطلع نفس الشكل وبشاميل وموتزاريلا وكل حاجه، بس مغيرين في المكرونه ومغيرين في البشاميل اللي احنا عاملينه. بس انا صريح، انا هدوق في الاخر واقول طب هل ده بديل فعلا ولا مش هتعجبني؟ لو ما عجبتكش قول ان هي مش عاجباك. بصراحه ماشي خلاص زي انا موافقه. طيب انا عايزاك تجهز اللحمه. اجهز ايه؟ ولا البوتاجاز. بص هتبقى فقره كوميديه جدا. انا استنى بقى ماليش اي عشان دعوه بالمطبخ. في حاجه هتولع هنا؟ طيب ممكن تهب. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن. يلا انت قفلتي ليه؟ يلا بالراحه، افتحي بالراحه. يلا يلا بس لازم بقى نثبته شويه. ها هتقفليه تاني؟ لا اهو. ماشي يلا اهو. حلو. خليه على ايه؟ بص اي حاجه محتاجاها بده انا خلاص اجدت المهاره. انت خلاص عرفت كده. ده خلاص انت هتعمل ايه؟ ده معاك. صادق احكي لي بقى عن الطقوس بتاعتك في رمضان بالذات بقى في الفطار، بما انه دي اول حاجه احنا بنتكلم فيها. انا رمضاني سيء جدا للاسف لان انا ليه؟ بشتغل كتير في الكتابه. اوكي. فمن الناس اللي بتنام الساعه 7 الصبح وتصحى الساعه، يعني انا من الناس المعكوسه. انت عارف ان دي اول غلطه بتزود الوزن في رمضان؟ ما هو- ان انت نومك ما ما هو يبقاش متظبط، ده باين بعيد عن عليا. الاكل. باين عليا عامه. لا بس انت خاسس. مين النيوتريشنست اللي بتعمل لك دايت؟ ما اعرفش حد ما اعرفوش كده. اسمها ايه؟ سفره ريهام. كاسفني. اصل ما ينفعش كاسفني. تقولي للناس ان انت سببتي تخسيسي، ده اول حاجه مضره ليكي في بس انت خاسس. ماشي. اه. ماشي. فبحاول استغل الموقف شويه. لا هي طبعا استاذه ريهام العظيمه طبعا. الدكتوره لو سمحت. الدكتوره ريهام العظيمه. عظيمه طبعا، هي اللي أيوة. عامله كل حاجه في الدنيا ايوه. ومخسساني خسسان غير طبيعي. ما حصلش. اعرفها بقى 3 سنين. خسيت والله كيلو. ما بيسمع كلامي. خسيت كيلو والله تقريباً. العظيم ما بيسمع كلامي. بس عرفنا ليه؟ عشان بنام متاخر. ماشي. برضه عشان ايه؟ لما بنام متاخر وبصحى. طب ده بالنسبه للنوم. فبصحى بقى اللي هو ايه مرحله. انا همسك ده كتير ولا لا سيبه. يعني مش عارفه انت ليه معتز بيه، ممكن نرميه. اداني كاركتر كده. ممكن نرميه. المهم. بس فبفضل قاعد حياتي كلها بكتب بالليل، بقعد اخلص الشغل اللي عليا وبكتب حاجات كده. وبنطلق بقى بعد كده، بنام بعد الفجر على الساعه 6 7 الصبح. طب انت بتسحر؟ ايه بقى بتسحر ايه؟ الموجود. اللي هو انا راجل بسيط يعني. جبنه رومي. احنا مثل الفانز بتوعك عارفين بقى كتاباتك ورواياتك وافلامك وكل الحاجات ده، ما يعرفوش بقى بيهايند ذا سين. الراجل ده بقى بياكل ازاي؟ ما هم راسمين صوره حلوه. بيتمرن ولا لا؟ ده بالعكس، ده ياخدوا منها انسبيريشن. صح. ما بعملش اي حاجه صحيه. برافو. حقيقه. وبس بنطلق بقى بعد كده زي ما بقول لك، بنام على 6 7 الصبح. وبصحى الساعه 3 بقى 3 4 كده. ماشي. بس بفطر. طيب. ايه بقى؟ الموجود. طب بتكسر الصيام بقى على ايه؟ الموجود. اي حاجه الموجود. نفسي ابهرك بحاجه. لا انا مش عايزه بس عزومات أبهرك، رمضان أنا بتبقى عايزة- حلوه يعني. طب ما تحكي لنا على العزومه اول كده. يوم ده بيبقى عزومه مع العيله، وانا صراحه امي بتعمل اكلها حلو قوي الصراحه. هتزعل مني قوي ان انا طالع بمكرونه بشاميل بالشوفان. ليه؟ هو ده شوفان؟ دي مكرونه شوفان. حلوه. دي مكرونه معموله بالشوفان. هتزعل مني والله طعمها مختلف تمام. طب طنط بقى بتعمل ايه اكل اول يوم رمضان كده، وايه الحاجات اللي لازم تكون موجوده على العزومه ما ينفعش تستغنى عنها؟ انا امي من المنصوره. فالناس دول عندهم حته كده بتاعتهم، اكلهم فيه حته حاجه كده سمنه بلدي وكده. ما فيهاش تهريج يعني. ايوه. فبيبقى عندنا دايما اللي هو الرقاق، بحبه قوي. اللي متغرق سمنه ده. ده حقيقي. ايوه.
وشوربه بقى طبعا بيبقى شوربه ايه؟ فراخ بالكريمه تقريبا. فراخ اسمها كده؟ بالكريمه او كريمه بالفراخ. أيوة. بس حاسبي البتاع ده كده. ماشي. ما انت ملبسني في الطبخ وانا مش المفروض اعمل كده، المفروض. طب ما ايه رايك تقلب؟ يعني اقلب ليه؟ نوري الناس بس ان انت بتعرف تقلب. ولا بعرف. طب جرب. اسمعي مني. جرب. ثقي فيا. انا جرب. انا بشجع اهو، بحكي لك حاجات حلوه. ماشي. وهبقى اسكتك بالحكاوي. بس بقى فبنقعد الله ريحه جميله. ايه رايك في البصل؟ رائعه. تحفه. بس فالمهم يعني بنروح نفطر هناك الفطار بتاعنا الحلو ده. الرقاق والشوربه. والحاجات الجميله دي كلها، وفراخ طبعا ورز ومكرونه بشاميل. هل انت بقى من الناس اللي هو مثلا عندك ترتيب بقى في الوجبه في كسر الصيام، اللي هو افطر على تمر وبعد كده شوربه لا شوربه في العشوائيات؟ دايما ببدا بالشوربه. الشوربه بالنسبه لي بتبقى حاجه هي اللي بتفوقني شويه كده. بعد كده هي الشوربه مش بتفوق، الشوربه بتخليك ايه، جسمك مستعد للجريمه اللي داخله عشان ما يحصلش عسر هضم. بالظبط اللي جاي. وبنخلص الحدوته ونبدا نخش على الاكل على طول. ما عنديش موضوع التمر ده مش مقتنع بيه قوي. ليه بقى؟ ما جربته كذا مره، ما حسيتش ان هي بدايه جيده. احنا هنحصل فينا حاجه؟ لا. طيب احنا اسمها ايه؟ في ناس بتقول لها ايوه بنشوح اللحمه، وناس بتقولها بنعصج اللحمه. انتوا بتقولها ايه؟ زي السمبوسك والسمبوسه. ما اعرفش الاثنين والله، ماليش اي علاقه. انا جاي هنا بجد؟ انا جيت هنا عشان بحبك حرفيا، يعني عشان انت غاليه عندي والله. يا لهوي يا جماعه، احب اشكر صادق جدا ان هو تنازل. لا خالص والله. لا انت قلت لي ان انت هتتنازل عشان تجيب. لا خالص والله. لا ما اقدرش. وبيحب يطلع ذوق بس على الكلام. هو ذوق كده. لا انا قلت لها صراحه ايه يعني الكاتب هيجي يعمل ايه هنا؟ ما انا بقى ما بص بقى، بس جيت لك انت من اخر ست الدنيا ده بص، دي احلى حلقه في تاريخ البرنامج اللي لسه بيبدا. هنشوف البصل اللي احنا عاملينه. لا دي حقيقه. والله بجد اهم حلقه. يعني تخيل انت اصلا الناس كلها بتقعد تسالك عن والروايه دي كتبتها ازاي. انا عايزه اسالك حاجه عن الروايات. مفيش روايات كده انت كنت جعان مره ودخلت مود اكل كده فيها؟ والله بص اقول لك على حاجه. كان في عندي بطل في روايه انت كان بيستمتع بالاكل جدا، وهو كان العائق بتاعه في الروايه ان هو وزنه. كان اسمه رامي. فكان من الناس اللي بتعرف تستلذ بكل متع الحياه. انا عامل لك خدمه اهو. ايوه، ما انا مش عايزاك تبقى متضايق. لا بالعكس، انا قلت يعني سايب عليك التقيل. لا ما تمام. ماشي همسك انا بقى. دي يا دوب لحمه. بس فكان بيعز الاكل قوي. ده كان بطل اللي عنده حلو، كان بيحب برضه الحته بتاعت انا من الناس اللي زيه في الحته دي. انا من الناس اللي بحب الحلويات اكتر بكتير. احنا عايزين نروح للحلويات دي. الحلويات فأنا... بقى موقعها فين في رمضان؟ القطايف بالنسبه لي عشق لا ينتهي. والقطايف اللي هي القطايف العاديه اللي ما فيهاش اي حاجه في الدنيا، اللي هي محشيه مكسرات دي. وتمام. دي قمر بالنسبه لي. وممكن اكتفي بيها رمضان كله. قطايف بس؟ قطايف بس. مالكش بقى في ام علي ومش عارفه تريسلتشز بالايه ورز بلبن وحاجات عامله ازاي؟ بحب كل ده وجميل وبيفيد، بس هي القطايف. يعني رمضان بالنسبه لي قطايف. عمري ما اعرف اكلها بره رمضان على فكره. بجد؟ عمري ما اعرف اكلها. بس هي موجوده أحياناً. هي مش موجوده غير في رمضان. لا احيانا في ناس بتبقى بعد رمضان تقعد فتره مثلا مستنياها، يعني بتعملها وعندها. ده عارف اللي هو بقى الكريفنجز بتاع ايه، انه الحاجه دي مش موجوده غير في رمضان بس. بالظبط. فابتدي بقى ايه، ما اقدرش استحمل يبقى نفسي فيها. اقول لك البروسيس ولا الكلام واضح للجمهور؟ والله ما هيفرق. والله احنا هم يعني بنشوح اللحمه وحطينا عليها ايه، بهارات وصلصه وملح وفلفل شويه حاجه. انت بتحب الحاجه سبايسي؟ لا. طيب ماشي خلاص، يبقى مش هنحط. ماشي. لا حطي لو بتحبيها حطي. لا احنا لازم نحترم اراء ضيوفنا. انت بتحبي الحاجه سبايسي؟ بجد؟ والله انا اصلا بحس ان السبايسي ده هو اللي بيدي الاكل كده طعم. يقال ان الناس اللي بتاكل سبايسي كتير بيفقدوا حاسه التذوق اصلا. ده حقيقي؟ والله اقول لك على حاجه، من كتر ما انا بقيت باكل الاكل سبايسي، الاكل السبايسي العادي بقى بالنسبه لي ملوش طعم. والله. بس يعني دي حقيقه. بس هقول لك على حاجه، لا في حقيقه علميه بيقول لك انه التيست بودز اللي هي المراكز بتاعه التذوق بتاعتك بتتعود على الحاجه. يعني مثلا الناس اللي عندها شوجر كريفنجز على طول بتحب الحاجات مسكره، او تلاقيها بتشرب مثلا كذا معلقه سكر في الشاي. ماشي. تلاقي ان الناس دي لو انت جيت قللت لها السكر مره واحده تبقى متضايقه قوي. حلو. فما ينفعش، لازم تاخده بالتدريج عشان تبتدي تعود التيست بودز بتاعتها ان هو ده السكر اللي داخل لها. انا حاسه ان انت شايل هم الكفتان. ما انا ما كنتش عامله حسابي ان انا اللي بقى دوري اهو. لو كده كنا جهزناه.
اسالك على حاجه، هسالك انا سؤال. اسالني. انت كنيوتريشنست بقى عظيمه، ايه اكتر اكله بتعكي فيها ومش عارفه تبطليها؟ اكتر اكله بعك فيها خلي بالك بقى اقول لك على حاجه، انا ما بعكش بس الاسكندريه كده لما لا انا ما بعكش، عارف ليه؟ لانه انا حتى انا مع المدرسه بتاعت ايه التوازن، اللي هو انا مثلا باكل كويس والحاجه اللي انا نفسي فيها باكلها بس بكميات قليله، ماشي، او مثلا كلتها النهارده بكره بظبط الدنيا بعوض، ماشي، فما عنديش اللي هو اصل انت عكيتي بقى وبوظت الدنيا وبتاع. اكتر اكله بتضعفي قدامها كل اللي درستيه واللي اتعلمتيه ما بينهار قدامك؟ الباستا اكتر حاجه والسي فود. حلو. حاجه معينه جمبري باتر فلاي بقى، سمك موسى مقلي، بربوني مقلي، وبسارية. يا لهوي بقول لك ايه صحيح، مش في اكلات ما ينفعش ناكلها في رمضان؟ ايه؟ انا بحس كده ان السمك مالوش مكان في رمضان. السمك بتاع العيد تقريبا، بس لا انا اعرف والله، انا عندنا جوز اختي يعني اسمه محمد صاوي بياكل سمك في رمضان عادي جدا، بيحب السمك. بيحبه جدا. لا بس قصدي انه الناس في اكلات بتبعد عنها. مش السيزون بتاعه. يعني انت ايه الحاجه اللي ممكن مثلا استحاله تاكلها في رمضان؟ حاجه ما تجيش على يعني احنا مثلا انا هعترف لكم على اعتراف، انا ما بعرفش اكل من بره في رمضان، يعني عشان الاكل وحش. متعود على بقول لك ايه، بص الشكل ايه حلو. بقول لك ايه بقى، ما تحبطنيش بقى. ايوه مش شكلها حلو، جميله طبعا، جوسي ولوسي. الله الله جميل، كرانشي من بره. انا حاسس ان الريحه حلوت عن اللي كان موجود، فدي حاجه حلوه. ايوه ما خلاص بقى البصل بلندد مع بقيه الحاجات، واللحمه بقت استوت، حلو. نزلت بقى الفاتس بتاعتها شويه، دي 15% فات بس. انت كده بتفتحي انت؟ تمام. بص احنا دي خلاص تمام خلصناها. ده البشاميل ده بقى اللي احنا عاملينه بدقيق شوفان من غير زبده، بلبن ودقيق شوفان وشكرا. حلو. ده كام سعره؟ هتساعدني اعمل ايه؟ لا ده ما بنعدش بالسعرات، امال كده بالكيلوات. ده بالبركه كده. انا خلي بالك انا مش من مدرسه السعرات خالص. اوكي. يعني ما بحبش احسب سعرات، انا بحب كده ايه اللي هو الاكل ده الفاليو اللي فيه عامله ازاي، وانا جسمي هيستفيد منه قد ايه وهاكل منه قد ايه. مش لازم بقى اقعد احسب السعر بتاع الحاجات. بص بقى الحركه دي، ايوه انا بقى بحبها حب. عارف انا اصلا عندي هابت كده ان انا بجيب ميكس، والله ما باكلش مكرونه بشاميل زي ما هي بتستوي كده، بقوم جايبه حبه من المكرونه لما يتسلقوا واحط عليهم لحمه واحط عليهم بشاميل واقعد بقى ايه تغوصي انت هنا، وقعدني بقى كده في الطبق معلقتين 3 وانا بالنسبه لي كده ايه. وبتقدمي ايه للناس لو انت عملتي كده قبل ما؟ لا انا باكل انا في البيت انا مع نفسي. الناس بقى بتحب تاكلها كده. اوكي. لكن انا لا، انا متعه عندي ان انا ايه قبل ما تستوي اخد بقى حبة. بس ده سؤال انا عايز اساله فعلا بقى، كأن حد فعلا عايز اخس، هل فعلا مكرونه الشوفان دي ملهاش نفس التاثير ولا هي نفس التاثير بس اقل؟ يعني برضه لا ملهاش نفس التاثير لو بكميه مظبوطه، لان انت اي كربوهيدرات اللي هي النشويات لو هتدخل جسمك هترفع السكر، ده كده كده ماشي. في حاجات بترفع بالتدريج وبكميه قليله، وفي حاجات بترفع عالي قوي حتى لو كميه قليله منها. ماشي. المكرونه اللي بالدقيق الابيض حتى لو كميه قليله بترفع السكر عالي قوي. حلو. دي لو بكميه قليله ترفع السكر بكميه قليله، لو خدت منها كتير السكر يترفع زي اللي بالدقيق الابيض عادي. يعني برضو باكلها بس بحرص يعني. ايوه خلي بالك، ما هي كلها موضوع الدايت ده صعب قوي. هقول لك على حاجه، موضوع الدايت صعب لما الناس بتصعبها على نفسها. يعني هي لما بتبقى عندها ريستريكشنز ان انا لازم، انا حاسه ان في هنا لقطه هتحصل. اتفضلي يا باشا. ايوه شكرا. حابه ان انا اعمل بتاع دي؟ ماشي يلا. بس برضه ايه، يلا ورينا. هل في اي تكنيك في الفرش ولا مفيش اي تكنيك، افرشها زي ما انت عايز. ايوه كده بس. ايوه قلت لك مفيش تكنيك، رحت معدله عليا. لا انا شفتي عشان كده كرهت المطبخ. لا يلا كل ما اعمل حاجه في المطبخ لا ده انت جامد خلاص كده. ماشي. اغرف بقى عايزه تاني هنا. لا ده حلو، هنخلص البشاميل في لسه في كتير في الحلقه. ما احنا هنحطه على الوش. ماشي. وفي النص. ماشي. يلا اتفضل ساعدني ان احنا نغرف. يلا ادلق دي هنا بالمعلقه كده، اعمل لاير بنفس المعلقه. ما هي فيها بشاميل، لاير كده اعملها، هتبقى اول لاير وبعد كده نحط اللحمه وبعد كده نعمل لاير تاني. بص انت اللي انت بتقوليه ده بالنسبه لي لا يمثل اي. طب جرب بس كده وانت هتنجح فيها. لا املى المعلقه شويه عشان الله. ايه رايك؟
تحفه. حطت كاتب دي. انا خدت بص الرصه، امال ايه؟ يا ما شاء الله. عشان الاحداث تتساوى. ايوه هو المفروض احطها ازاي طيب؟ والله والله عادي، يعني عشوائي؟ افردها لير كده. لير حاضر. كأن يعني انت بترجعي لي فلاش باك يعني حاجات. ايه انت امتى اخر مره دخلت فيها مطبخ؟ انا عادي بخش عشان اشرب ميه مش لا فكرت تعمل اكل يعني قبل كده؟ لا خالص. احنا كفايه كده هنحط. حتى انا بقيت يعني بقيت عايش لوحدي. هنساوي بقى. لا احنا كده هنخلص المكرونه. هو انت ليه بخيله؟ مش الناس هتاكل يا ابني معانا. في لير فوق. طيب حاضر. ما هي دي بتتحط 2 على بعض. خلاص تصدقي خلاص اهو. ايوه اظبطها لنا كده. ماشي. لا هنحتاج حبه كمان، تحط لنا حته كمان في الحته دي. يا ساتر. ايوه ماشي. دخلت المطبخ امتى وانت عايش لوحدك بقى؟ لا كنت يعني بخش اجيب حاجات من الثلاجه واطلع اعمل كوبايه شاي، اعمل كوبايه قهوه. لكن عمرك ما جربت تطبخ قبل كده؟ لا خالص. ولا حتى تعمل بيض مثلا؟ ولا مهتم. طب ما ده برضو ولهذا خلق الاكل من بره الحقيقه. طب ما انت كده برضو موضوع تحفه والله العظيم. رصه عظيمه في كدب غير طبيعي. ليه؟ ما هي الرصه جميله اهي. بعدين احط دي تاني؟ لا بعد كده نحط اللحمه. اتفضلي بقى. انا حاسه ان انت مستواك في الطبخ تقدم جدا خالص. اتفضلي انا همسك. طب ما تجرب كده. انا همسك وانت تدلقي. يلا. انا مش هدلق. هتقعدي تقولي لي افرش ومش افرش. الله يبارك لك. شفتي؟ انجزي نفسك والله. ايوه بس انا كده بقى ايه ساهمت في حاجه والله العظيم. والناس اطمنت ان انا ما ساهمتش في حاجه كبيره. انت مساهمتك دي كفايه ان انت عملت البشاميل. ماشي. انت عارف بس المشكله بتاعتك دي بتاعت ان انت ما بتعملش اي اكل خالص من في البيت. هي دي السبب يخليك ما تعرفش تلتزم. لا انا عندي عشق كده، عندي عشق لحاجه اسمها عسل وطحينه. انت عارف ان انت الجمله دي قلتها لي اول مره خالص لما كنا جايين نتكلم على الدايت، عشان تعرف وقلت لي خلي بالك انا عسل وطحينه وجبنه تركي. جبنه رومي. ايوه جبنه تركي. لا ما انا مفوت لك. بصي لبست وعملت حاجه كتير. ايوه بس مفوت. ايوه بس انا عسل وطحينه وجبنه. فالعسل والطحينه ده الحاجه الوحيده اللي بجتهد فيها وبعملها. ده عشان سهله. وهقول لك على حاجه. ولا عشان ايه؟ احسن واحد يعمل خلطه بشهاده الناس خلطة؟ كلها اللي هو العسل مع الطحينه. يعني لازم نسبه العسل تبقى مع الطحينه كده نسبه وتناسب. لا هي مش كيمياء، ما تقعدش تتفزلك. والله ما كيمياء. مش اي حد. في ناس بتعمل العسل زياده فيجزع، ناس تعمل الطحينه زياده فما يبقاش. ايوه بس دي ظابطه بتظبطها. أيوة. انا مضطره احط دي بس عشان نتناقش في موضوع مفيش اضطرار ولا حاجه. الموضوع ده عميق جدا. بس فالعسل والطحينه ده عالم تاني بالنسبه لي. لا والله. والله عندك. عايزين نحط دي. بس بقيت بعمل حاجه بتساعدني قوي هيلثي. ايه بقى؟ ان انا بقيت باكل عسل وطحينه بعيش بني. حقيقه والله. طب والله العظيم جامد. والله حلوه جدا. طب لان العيش بيبقى هو مر شويه كده فبيحدق العسل فبيخليك تاكل اكتر. يعني انت كنت هتعملها از ان هي حاجه هتساعدك في الدايت، فهي راحت تبوظ لك. لا هي كده عسل وطحينه ما فيهوش دايت، دي ما فيهاش شك. بس انا ايوه ما انت كنت بتحاول تقلل الكوارث. ما خلي بالك، ما ده اللي احنا بنحاول نعمله. أيوة. ان احنا مش مثلا الناس اللي ما بتعرفش تعمل دايت قوي، احنا عايزين نبدل لها شويه حاجات ماشي ونحافظ لها على شكل الحاجه اللي هي عايز تعملها. عشان كده جيت لك. انا عايز عسل، يعني عايز دايت يبقى فيه عسل وطحينه. طب ما انا اهو باكلك بشاميل اهو، والله العظيم هتبقى طعمها تحفه. اسمع مني، اعمل لك إلوجن. عملوا طحينه بالشوفان؟ لا الطحينه سمسم. هتعرف بقى تعمل الحته اللي هي لا يفتى وملك في المدينه. ليه؟ والله ابدا. ما تجرب تعملها، دي جامده قوي. طلعت الطلعه الاولى. استنى بقى كده، احنا خلي بالك عاملين الله. شفت بقى؟ انا اصلا مش شايفه. وانت دايما بتحبي حاجاتك كده؟ اتفضلي. احنا برج الثور. هل انت مش مستوعب الموضوع ده؟ ده برج الثور ده لازم يمجد في نفسه جامد قوي. لا والله انا ما بمجدش. بس ايه رايك؟ لا ان شاء الله حاجه حلوه. يعني انت مثلا هل لو انت شفت الحاجه دي ان هي معموله زي العادي، هل انت هتعرف ان مثلا ده معمول بدقيق شوفان؟ يعني ما هو شكله بشاميل اهو، شايف شكله بشاميل وملخبصه. أيوة. وبتاع. ايوه اللي هو هل تصدق مثلا ان الحاجات دي بتاع ده بيبقدل؟ هل في بيبقدل؟ شفت بقى بيبقدل. طب ما يبقدل في حاجه عايشه جوه. ما هو لا. ايه الحاجات صادق اللي انت مفتقدها في رمضان زمان ومش موجوده دلوقتي؟ يعني حاجه زمان كانت موجوده متعود عليها وما بقتش موجوده، او رمضان زمان كان عامل ازاي ودلوقتي مختلف بطريقه عامله ازاي؟ لا هي التجمعات العائليه اختلفت تماما. يعني بقيت في التجمعات العائليه بقى ما بقتش زي زمان. بقت الدنيا فيها حته ان الناس، يعني احنا بقينا في حته اسرع شويه،
فحتى بقى التجمع يجي ساعه الفطار ناكل، بعد كده كل واحد على موبايله، كل واحد بيشوف الحاجات اللي هو عايز يشوفها، بقى كل واحد بيدور على حتته قصدك شويه. ان الناس كانت ملمومه اكتر على الفطار وقاعدين مع بعض بيتكلموا، دلوقتي يعني المشكله في الموبايلات ولا المشكله في الناس؟ في ان الناس بقت بتزهق بسرعه قوي. الناس بقى عندها صبر اقل على القعدات والتجمعات. طب انت ككاتب بقى ليه الناس بقت بتزهق بسرعه بقى؟ عشان انت خلاص مخك اتبرمج على ان انت كل حاجه انت عايزها 30 ثانيه 40 ثانيه بتنبسط. بقينا متعودين على حاجه يسموها الدوبامين ادكشن، كل حاجه في دماغنا على طول. فانت بقيت لما قاعده عاديه لسه البليجر بيحصل بعدها بفتره طويله، او النقط اللي انت لازم تعمل مجهود عشان تضحك الناس والناس يبقوا معاك وتخشوا في حياه بعض، ما بقاش حد بيعمل كده. بقى كله عايز يخش في الحته اللي بتبسطه لوحده كده. فبقت الروح مش موجوده، بس بقت موجوده بشكل تاني، ان بقى كل الناس باصه في شاشه، او كل الناس باصه على البرنامج الحلو بتاعها، فتحس ان بقى في برمجه اكتر من ان في روح رمضان يعني. وبحس ان الناس في الموضوع ده بتحب تبين قد ايه هي مبسوطه اكتر من ناس تانيين، رغم انهم اصلا مش بيبقوا مبسوطين. ده غير انه رمضان بقى في حته شوي طبعا، الحته بتاعت اللي هو احنا النهارده في خيمه ايه، بنعمل ايه، بنسوي ايه، في ايفنت ايه، بالظبط ولابسين كفتانز عامله ازاي، فبقى الموضوع كله عباره عن نازل ستوريز ايه، بقى اسمه رمضان كتوتال، بقى رمضان ايفنت عامه. احنا عندنا ايفنت رمضان، بس بيعملوا حلقات اسمها سفرة ريهام، حاجه كده يعني. شكرا جدا شكرا جدا. طب خلينا بقى نعملها في الفرن، نخليها تستوي ونكمل بقى كلامنا. ماشي، يلا بينا. ماشي، احنا هنلعب لعبه دلوقتي. يلا بينا. المفروض ان انا كنت عايزه اسالك حاجات في الافلام، بس مش عايزه اسالها لك عشان حاسه ان انت مش هتعرف تجاوب كويس. انا صح؟ مش حافظ اي حاجه في الافلام، والله ما حافظ. ازاي بقى؟ عشان اعرف اكتب. صح، انت لو قعدت تحفظ في الحاجات هكررها. طيب بس فاحنا هنلعب لعبه هم هيلعبوها لنا، بما اننا صحاب وبرج الثور زي بعض. يلا بينا. فهنحاول هم يتست نشوف احنا هل بنفكر في نفس الحاجه مع بعض ولا لا. فهيقولوا كلمه لحاجات ليها علاقه برمضان، واحنا الاثنين هنقول الاجابه في نفس الوقت، مش هنفكر. يعني مثلا هيقولوا شوربه، لا انت هتقول اجابتك وانا هقول اجابتي. ماشي. هنشوف في كام واحده ماتشنج. فاهم. فهمت؟ ماشي حاضر. المشروب في رمضان طارق سوس. تمر صح. حلويات رمضان قطايف. فوازير رمضان شريهان. جود. أكلة طعمها أحلى في رمضان مكرونه بشاميل. ما بحب ايه، لا في اكل طعمه احلى في رمضان على فكره. ممكن. ما بتحسش كده؟ لا في ممكن. بس انا الاكل انا مش نقط قوتي يعني، باكل اي حاجه، بس حاجه انت بتحس ان التيست بتاعها احلى، او احلى في العزومه، او احلى لما انا بفكر اهو. ممكن عدس. ايه مش عارف. عدس في رمضان؟ انا قلته خلاص بجد وهلتزم بيه. ماشي. طب أكلة اوفر ريتد. واكله اوفر ريتد؟ المحشي. السمك. ما بحبش السمك. ايه ده؟ والله ما بحب السمك. ايه ده؟ ما بحبش السمك. لا نتخانق بعد الحلقه دي. بصي انا ما باكلش سمك خالص. انا عارفه المعلومه. طب ريحة بتفكركم برمضان. اسمه ايه ده؟ رمضان. ريحه في رمضان. انت بتقولوا على طول. انا بحس ان واحنا مش المفروض نفكر. بس دي عايزه تفكير. ريحه بتفكرني برمضان، ريحه البومب والصواريخ. ده عيد. لا احنا كنا قبل الاذان بربع ساعه بنفرقع بومب وصواريخ. انا زي ريحه الخميره بتاعت القطايف. انت بتحب القطايف قوي. عشق. ايوه. بصي عسل وطحينه وقطايف. بدل الجبنه الرومي. طب إعلان رمضان في مصر حاجه تانية. انا بحب بتاع اللي هو بتاع كان في وقت معين، كان في اعلان حلو قوي كده بتاع لما عملوا فؤاد مهندس وموجي وطمطم وقعدوهم للحياه تاني، ده كنت بحبه قوي. صح. قولوا خيط بالنور مش عارف ايه. ده جامد قوي ده. كنت بحبه جدا. حاجة كلمة بتوصف رمضان. كريم. بركه. كريم. سلام. رمضان كريم. ليه؟ ما احنا جاوبنا على طول. قلنا اجابه واحده، انت بتسالينا تاني. انت عايزين نجاوب اجابه واحده ليه؟ احنا مرتبطين يا بنتي. ده لعبه المرتبطين دي، ان احنا نقول نفس الحاجه، لكن احنا اصحاب عادي. طب كرتون كاركتر بيفكركم برمضان. بكار. للاسف. 2 بوينتس. لا حلو. احنا قلنا قطايف يعني مع بعض. احنا قلنا قطايف، وقلنا عندك حاجه تاني؟ لا كفايه كده. ماشي. ايه ده؟ الاسطوره. لا بحب. لا في مسلسل بحبه قوي كان اسمه عباس الابيض. هو عباس الابيض في رمضان؟ بجد؟ ايوه بتاع ده تحفه. بس بتاع يحيى فخراني. يحيى فخراني.
انا قديم شويه عنك معلش. لا ليه؟ نعم 3 سنين بصغرك ماشي. ده انت قديم قوي، ده انت عشان ما تاخدش اي انت- كومبليمون أيوة. خالص. يعني أيوة. انا انت فرق ده جيل انت عن جيل يعني. صح. من بعد عقد 95 من حاجه الزمن. و80 حاجه ثانيه. تعال نلعب لعبه تانية. يلا. طب ما جرب اسالك الافلام دي جرب. وتشوف. شوف كده هتعرف. انت عارفه الاجابات ليك- كلها؟ انا اللي حطاهم. انا عارفه الحاجات دي. طب نلعبها معاهم، اللي يعرف يقول. لا الاسئله ليك انت، ما هم هم حبايبي، هم هيبقوا عارفين. هم حبوني. طب انت ليك في الافلام القديمه ولا الجديده؟ قولي وربنا يسهل. ايه؟ قولي وربنا عشان يسهل. انقي لك. يا ستي قولي وربنا يسهل. انا عايزه اكسبك يا عم. وانا هكسب ايه في الاخر؟ في مكرونة هروح بشاميل. بحاجه عشان انا هروح بده. مكرونه ده عاجبني بشاميل. اللي بيشتغل على اي بتاع ولا البتاعه دي هبلاكوا. مش أيوة. عارفه في ايه في البتاعه عشان دي. دي انديانا جونز في نفسه. بس بتشتغل على حتى اللي هي البوتاجازات الغاز عادي ده ولا لازم محتاجين كهرباء؟ نسال ماهر في القصه دي. ينفع الاثنين؟ ضاني يا معلم. تشتغل على الاثنين. مم. قبل ما تاكلي المسقعه لازم تلبسي جوانتي. فيلم قديم لا ما اعرفش. بتاع واحده مشهوره ما قوي اعرفش خالص. انا انجزت. بحاول. حد عارف؟ ماشي. مش عارفين. مم. امي عملت ايه لما عرفت اني نجحت؟ ده لمبي؟ لا عملت صينيه بطاطس. صينيه بطاطس؟ اوكي. اقعد يابا. باللحمه. والله ما ده فيلم ايه؟ صعيدي في الجامعه الامريكيه. لا ده شفته. ايوه. ده شفته والله ما بعرف احفظ الحاجات دي. لا ده المشهد ده معروف. انا عمري ما عرفت احفظ حاجه، دي مشكلتي الوحيده في حياتي، عشان كده بجد؟ بكتب. ما بحفظش خالص. ادينا ابو طارق يا ابني، ابو طارق بتاع الكشري مش ابو مازن. كان حد فيه عارف؟ عامل دور رئيس. طباخ الرئيس. طباخ الرئيس. انت ابو قفيل وغشيت. انا معاك. يا رب كل ده يطلع كابوس مش حقيقه واكون انا اساسا طبق لوبيا. الليمبي. لا انت بتقولي غلط. انت بتغششي غلط. انت قلت بتغش إيه؟ غلط. ايه؟ انت بتغش الكبير؟ غلط. الكبير. الجزء الكام؟ السادس. ماشي. ما انت ماشي. هقول لك على حاجه. سمعتي عن عصفوره بتاكل سمعت؟ محشي؟ كان في الفيلم اسمها سمعت؟ معرفش هو قالها ازاي. قولي في الفيلم اتقالت ازاي؟ سمعتي عن عصفوره بتاكل سمعتي. محشي؟ سمعتي. يلا معاك. سمعتي عن عصفوره بتاكل ايه ده؟ سمعتي؟ سمعتي عن عصفوره بتاكل سمعتي عن عصفوره بتاكل محشي؟ ده انت بتحبي الفيلم ده قوي، بتاع احمد زكي. فيلم بتاع احمد زكي. استاكوزا؟ من الحاجات الريماركبل زمان شويه. مستر كاراتيه؟ كان معانا بيلي عبيد. الطبله لسه والرقاص. بتعملها كده. شكرا. كمان الطابله والرقاص. الاداء عظيم. عملت لك كده. الراقصة والطبال. انا قلت الطبله والرقاص. الراقصه والطبال. ايوه على فكره انا جالي كذا فاكس وايميل بيطلبوا مني طريقه عمل البروفيترول اللي عملناها الاسبوع اللي فات. دي ليلى علوي بتاع حب البنات. ايوه صح. عرفتها لوحدي. ماشي ده انت جامد قوي. دي الوحيده اللي عرفتها ده لوحدي. انت جامد قوي. عشان الاداء. قولوا انا عرفت والله. من الاداء والله. طب شفت انا جامده ازاي؟ خالص. ليلى علوي يا شيخ. اجمل حاجه تعملها انك تعرف تحب. لا انا عايزه اكل بيتزا. رامز جلال. قفل لي على اللعبه دي عشان انت غشاش في كله. ايوه ده حقيقي. رامز جلال. ايوه في ايه الفيلم اسمه بقى؟ رامز جلال. لا رامز جلال اللي قال له انا عايزه اكل بيتزا. اذاعه حب. لا غاوي حب. غاوي حب معلش. أيوة. انا سمعت حب بس. كباب كتير. كباب كتير، كفته قليله، خالد دهن، والسلطات قوطه وطحينه وبابا غنوج. ده رايق. فيلم مشهور قوي بيحبوا الكباب؟ كباب. ايوه. ده انا عارفه اشمعنى بقى؟ عشان بحبه جدا. طب ماشي. شفت بقى انا حطهولك كمان مخصوص. فيلم عظيم يعني. والله العظيم. نجرسكو مكرونه بالفراخ. عارفه ايوه بس مش عارف فاكر. قديم. كان في رشدي اباظه. ايه؟ طب ما تيجي انت من تلعبي حواء. مكانه. بصي اصلا الجمله كلها ما فيهاش همس. ايوه تمام. من حواء. يعني البق أيوة. مش هينفع يتقري. اديك واحده سهله. ما اكلتش رز. ده اللي هو بتاع احمد حلمي. برافو عليك. بس وان اللي شاء هو الله ان بتاع احنا هنكسبك رغم فشلك إكس لارج. الذريع. ايوه رغم فشلك الذريع وغشك الا ان احنا هنكسبك. ايه بقى؟ هكسب؟ انا هاخد ده؟ ولا حاجه هاخد تبقى طالب أنا ممتاز هاخد معانا ده. في البرنامج. انا هاخد ده. انا مش عارفه طمعانين فيها ليه. هذا ممكن يولع في البنطلون لو حطيته كده. خدها معاك. طب خلينا نرجع للعزومات تاني. يلا. احكي لي كده بقى التراديشنز بتاعتك في العزومه. الحلويات بقى.
انت بتحب القطايف قوي. جدا. عمال عشق من غير الصبح طبيعي. قطايف، حتى لا، ريحه رمضان خميره. بالظبط. ايه ده؟ والله. ايه يا جدع؟ عندي قصه حب مع القطايف زي اخت قصه حب العسل وطحينه. بس انا بحب تاكلها قد ايه بقى في رمضان؟ كل يوم. يا لهوي. كل يوم. احنا عندنا طقس كده ان هو قطايف، بعد كده بنريح، اشرب القهوه بتاعتي، بعد كده كنافه. ايه هي القطايف موقعها فين من الفطار؟ بعد الفطار على طول. انا من الناس اللي بتحب تحلي بعد الاكل. طب انت عارف ان انت دي خطوه كويسه جدا؟ والله حلو. لان انت لما بتاكل السكريات بعد الوجبه دي هضمها بيقلل السكر اللي بيترفع من الحلويات دي. حلو. وبيخليك تاكل منها قليل شويه، لان انت اوريدي بتبقى لسه شبعان، فما بتقدرش تاكل كتير. بالظبط. القصه بقى في التريحه بتاعت الكنافه اللي بعدها دي. ده قهوه. ايه ده؟ بنعقد بقهوه ونخش على الكنافه. دي الطقوس. لا، وانا برضو امي بتعمل كنافه كده عظيمه جدا. هي تراديشنال. لا هي تراديشنال. مكسرات وجوز وجوز، بس العسل بقى اللي هو السيرب. الشربات ده بيتعمل بقى. ده ايه ده؟ سكر وميه. ده عظمه. بس إيه لا، ظبطته على حاجه. ما في ناس تعمل سكر قليل قوي، في ناس تعمل سكر عالي او زياده. لا، في ظبطه كده معينه بتخلي الحته في حته ثانيه، يبقى النص اللي فوق محرمش قوي والنص اللي تحت طري قوي. وفي النص ملزلزه. ايه وضع الملزلزه يعني كده طريه. طريه. بس تبقى فيها حته كده. انت عارف انا ما بحبش بقى السيرب ده، يعني انا احب مثلا لو اكل كنافه او قطايف بس ما اكلش ده. عندنا تجربي. مش احنا دخلنا في منافسه قبل كده مين بيعمل اكل احلى، مامتي ولا مامتك؟ لا، وطلعت مامتي في الاخر. لا، مش هات الناس ما لسه خلاص، يبقى عزومه عندك وعزومه عندنا وتشوف مين اللي اكله احلى. بس اقول لك على تركايه حلوه في موضوع السكر والفطار ده بالذات، تخليك اصلا مش قادر تكمل او تقلل التاثير بتاع السكر. خل التفاح، عارفه؟ خل التفاح على خل التفاح. اسمع عنه. زي الافلام دي. زي الافلام. علاقتي بيها صفر. ايوه. معلقه على كوبايه ميه، سواء وانت بتكسر الصيام او لو اي حاجه حلوه. دي تركايه تخليك بقى ايه، فاهم؟ عارف ال5 كيلو اللي احنا عايزين ننزلهم في رمضان دول هتنزلهم عادي، لان هو اوتوماتيكلي على اخر، يعني على نص رمضان هتلاقي ان انت عملت كنترول الكميه، مش قادر تاكل. الايفكت برضه هو بيقلل امتصاص السكر شويه، فبيخليك انه تاثير السكر ده على جسمك مش زيه، بيظبط التيست. معلقه على ميه متخففه، او في حاجه تانية بقى لو مفيش خل تفاح، في الصمغ العربي، الباودر بتاع الصمغ. انتوا بتلعبوا في ايه؟ خل التفاح. هنجيب معلقه ونخففها على كوبايه ميه، بنكسر بقى عليها الصيام بتاعنا، بناكلها قبل الحلويات بتاعتنا. بتقلل تاثير السكر ده، لان هي اصلا بتقلل امتصاصه، بتتحكم في الشهيه، بتخليك تاكل بكميات اقل بكتير. فتيجي مثلا على نص رمضان كده مش قادر اكل، باكل يا دوب قطمتين وانا كده تمام، فتلاقي ان انت اصلا عمال تقلل الكالوريز بتاعتك وعمال بتخس من غير ما تاخد بالك. بس مش غلط من ناحيه رمضان ما ياكلش كتير. ما هو خلي يعني بالك. انا مره جيت لما كنت عملت دايت في مره من المرات، انا جيت خسيت 15 كيلو كده في فتره من حياتي يعني. وجيت في رمضان عشان اعمل الدايت ده، كنت فعليا لا ممكن يوم يقلب معايا بتهبيط غير طبيعي. ما هو في عشان فرق. احافظ على الكالوريز لا، ما هو في فرق ان انت تقلل الكالوريز بتاعتك زياده عن اللزوم لدرجه ان ده يبقى اقل من احتياج جسمك، فانت تبقى مهبط وتعبان على المجهود اللي انت بتعمله. وفي فرق ان انت بتاكل كتير، فاحنا عايزين نكنترول الكميه دي. صح. ماشي. بس حلو ده. طيب صادق، بمناسبه بقى العزومات، هل في اي موقف محرج او مضحك حصل لك قبل كده في عزومه؟ مره عزمنا عند حد يعني صديق عائله وكده، وكان الاكل ساعتها كان سيء جدا. فانا كنت من الناس الصريحه زي ما انت شايفه كده. انا عارفه صراحتك موداك فين. فما اكلتش، واتسالت صراحه ايه حبيبي ما بتاكلش ليه؟ الاكل طعمه وحش قوي، انا مش عايز. انت عارف وانا صغيره كنت بقول كده لحد ما فهمت ان ده عيب، ما ينفعش. مع انه المفروض مش عيب، يعني هو المفروض بيعلمونا الكذب في سن صغير. عارف ليه؟ عشان هي الناس بص، هي الناس بتبقى عامله افرت بزياده، وبتبقى يعني خلاص اصل هو ده مقدورتها في الطبخ. يعني هو ده ذوقها واكلها طعمه كده، بس هي الافرت اللي بتبقى يعني صح. بس اقول لك على حاجه، انا شخص مثلا ممكن اقعد سنه بكتب روايه، يجي حد يقراها في ساعتين يقول الروايه دي وحشه جدا. طب ما ده قليل الذوق. لا خالص، بالعكس، ده حقه يقول كده. ده هو تعب انه قراها، ولما ده الروايه ما عجبتوش، فمن حق الناس ان هي تقول ان هو ما عجبهاش. يعني انا قعدت فتره في الموضوع ده. يعني انت بتنورمالايز فكره ان انا لما اكل ما يعجبنيش اقول قدام الناس ان هو مش عاجبني، مش عاجبني، مش ذوقي، ما بحبش النوع ده من الاكل. طب ما اقول شبعان والم الليله. كذب برضه، دخلتي في مسار الكذب، واحنا في رمضان ما ينفعش نكذب.
رمضان كريم، الله أكرم. الله اكرم يعني في دي فاش تكذب في في رمضان. دي. لا بس يعني كنت لسه هقول لك عمرك بقى ما عملت ان انت شبعان عشان اكل مش عاجبك فانت قفلتها لي لا لا، انا خالص. بقول على طول. انا بقول لا، انا ما بعرفش. طب لو في ستيج معينه او مرحله معينه في عمرك انت نفسك ترجع لها تاني، سواء في رمضان او يعني ليها علاقه برمضان او غير رمضان، هتختار ايه المرحله دي وليه؟ وايه الميموري اللي معلمه معاك في المرحله دي؟ بص، انا بقى اكتر مرحله كنت بحبها قوي مرحله اللي هي اخر سنتين في المدرسه، دول بحبهم قوي. اللي هو مدرسه اللي هو 16 عندك قد 17 إيه؟ سنه. ثانوي؟ 16 17 سنه دول بحب قوي المرحلتين دول، ولو كنت رجعت لهم كانت فتره حلوه كده. طب ايه اللي كان مميز فيها؟ ليه بتحبها يعني؟ كان عندنا ساعات، اولا كنت ساعتها بكتشف فكره الكتابه، كنت بجرب في كل حاجه في الدنيا، وكان طاقه غير طبيعيه. حماس الشباب. وفي نفس الوقت كان كل الوقت ده عامه كان في، بحس ان كان في الوصفه المظبوطه بتاعت التكنولوجيا، ان في حاجات بدات تخش. وقتها كان لسه في فيسبوك وحاجات كده. بجد؟ لا احنا مش قدام قوي كده يعني. بدأ امتى فيسبوك؟ 2007؟ ايوه 2007. لا 2007 ده كنت 2004 لسه داخله 2005 الجامعه. 2006 2007 بالظبط. بس كان في يوتيوب بقى، وكان في حاجه، كان في دخله، يعني كان الوصفه المظبوطه، الناس كانت فعلا بتستخدم الانترنت ده عشان سهل عليها تتواصل حاجات وكده. وحاجات بسيطه كده، وفي نفس الوقت بيقابلوا بعض وبيستمتعوا بوقت بعض شويه. كانش في الديستراكشنز العظيمه دي. الديستراكشنز دي في حاجات حلوه قوي حصلت دلوقتي، وفي ناس ممكن تخلص شغل في 5 دقائق كانوا بيخلصوه في سنين. بحس ان في كونكشنز دي الناس شايفاها اكتر، طبعاً. انجاز وما بحبش اكتر. سكه لو احنا كان على ايامنا وايامكم، لا دلوقتي احسن بكتير. لكن كان في حته الاستمتاع، كان في حته ان احنا كلنا بنتجمع عشان نعرف نلاقي بعض، كنا بنعرف نهتم بتفاصيل بعض اكتر، مش تفاصيل اخبارنا. يعني انت هتلاقي في حاجه حاصله ان كل الناس ما بقتش فاكره اعياد ميلاد بعضها، بس هم عايزين يعرفوا في حوار معين، انا عايزه مستنيين نوتيفيكيشن. فاهمه قصدي؟ يعني دلوقتي الناس العيد ميلاد حتى ما بقوش يفتكروه، الارقام ما بقوش بيفتكروها. زمان كنت مثلا اغلى اصحاب عندي كنت بفتكر بحفظ ارقام. ايوه دلوقتي ما بقتش محتاج. صح. فده كان فيه كنا شويه بنحفظ الارقام فعلا. طبعا. وكان في تفاصيل كده حلوه بحبها. بس دلوقتي مش بقول بقى ان زمان احلى ودلوقتي اوحش، دلوقتي أيوة ليه مميزاته وحشاك. ليه مميزاته. بس الفتره دي كان فيها ظبطه كده حلوه، ان الدنيا ماشيه بسرعه، وان الجيل بيتواصل مع بعضه في نفس الوقت. كان لسه في روح، فيها كونكشن اكتر. طب في حاجه زمان من وانت صغير كنت متعود تعملها دايما في رمضان بطلت تعملها دلوقتي؟ لا، هي بس برضو نزولة ما بعد الفطار دي. ان احنا كلنا كنا بنخلص العزومات وناكل وكل حاجه في الدنيا وننزل بقى نقعد بقى احلى وقت اللي هي بتاع وقت قبل السحور. كنت بفضل قاعد لحد السحور. كنت من الناس اللي بتحب تسحر بره وكده لا، ما بحبش اكل بره في رمضان من زمان قوي. وكل مره باكل فيها من بره في رمضان بتقلب بغم بالنسبه لي. ليه؟ حاجه بايظه، حاجه فاهم، الاكل ما بيبقاش حلو قوي يعني. طب انا عايزاك تقول لي ايه الاكله اللي انت شايفها بتوصف برج الثور وحللها لي ليه؟ اكله بتوصف انا عارفه ان انت بتحب الابراج قوي وانا كمان بحب، واحنا الاثنين برج الثور. الثور. بس مش مؤمن بيهم، بس بحبهم. ماشي يعني الصفات. بنتكلم على ان في صفات كومن كده موجوده. برج الثور ده ايه الاكله اللي تليق عليه وتليق اكله مطبوخه، مش فاكهه، صح؟ اي حاجه جت في بالك، او اي حاجه انت شايفها هي بتمثل الناس بتاعه البرج دي. مش عارف، السؤال اصلا ماليش في الاكلات قوي. بس ممكن تقولي مثلا لو هو حاجه واحده كده ملمومه. يعني كان في اكله كشري. عشان هو بيبدو من بره حاجه كده عليها صلصه، بس كل ما بتاخد معلقه بتلاقي بلاوي جوه. بلاوي. فكرتك هتقول مولتن كيك مثلا. مولتن كيك ليه؟ ايوه عشان بيبان كده ان هو حاجه جامده، ناشف من بره وسايح من جوه. لا عبيط قوي. لا مش هقول كده على نفسي قوي. عمري ما اقول ناشف من بره وسايح من جوه. على البنات انت بتقولي برج الثور. شفت انا شبهته هو كشري حرش كده، محبش وحرش وعنيد وثابت وما اتغيرش على مدار الزمن. ما حدش قال لك مثلا هعمل كشري بالمانجا، ما تلعبش فيه. تصدق ده ما فيهوش اختراع يعني. يوم ما حطوا عليه كبده مثلا، حاجات اللي هي تزود في الطعم. لكن عمرهم ما غيروا في الاسنس بتاعه. وده يدل ان برج الثور عامل ازاي. هو حاجه ثابته جواها تفاصيل كتير قوي ومحتاج شويه دقه عشان يبقى احلى. بمنع محتاج حبه دقه حلوه دي. طيب خليني بقى ايه اديك التريكس بتاعتي للناس اللي عايزه تخس في رمضان، عايزه تحافظ على العزومات بتاعتها وعايزه تاكل براحتها وفي نفس الوقت تستمتع، بس هي عايزه تلوز ويت. في 5 تيبس او اسرار المفروض ان هم يعملوها على مدار رمضان عشان يطلعوا من رمضان خاسين وواصلين للهدف بتاعهم.
لو هنبتدي باول حاجه الفطار، احنا نكسر الصيام بتاعنا على تمر، نبتدي الميل بتاعتنا بالبروتين. ولو عايزين تاني حاجه ناكلها الحلويات يا اما تبقى بعد الوجبه يا اما تبقى بعد الفطار بساعتين ومعاها حاجه فيها كافيين. انا دلوقتي رايح عزومات او هاكل اكل تقيل، في سبلمنتس او مكملات غذائيه بحاول ان انا اعتمد عليها بتحسن لي الموضوع ده شويه. زي ايه؟ زي الاورلي في ماده الاورليستات بتركيز 60 مللي جرام، ده بيقدر ان هو يقلل من امتصاص الدهون اللي داخلالي بنسبه 30%. فمثلا طبق مكرونه بشاميل ولا رقاق ولا حاجه متحمره بنسبه فيها فاتس بنسبه عاليه، هو يقدر يقلل لي الامتصاص بتاعها ده، وكمان بيتحكم لي في الشهيه بتاعتي. السحور بتاعي مهم جدا ان احنا يبقى عندنا كربوهيدرات معقده زي مثلا الفول البطاطس، وان احنا يكون عندنا بروتين عالي، ونحاول ان احنا وجبه السحور ناخرها شويه بس ما ناكلش وننام. واخر حاجه خالص ان احنا الميه بتاعتنا نقسمها على الوقت بتاع من الفطار للسحور، كوبايتين مع كل وجبه. لو عملنا الخطوات دي هنطلع من رمضان خاسين واصلين للهدف اللي احنا عايزينه، مستمتعين بالاكل بتاعنا. خلينا بقى نروح للمكرونه بشاميل عشان ندوق ونشوف هل الاكل اللي احنا متعودين عليه ينفع يبقى هيلثي بنفس الطعم ولا لا. انت اللي هتحكم بقى في القصه دي. انا متفائله عامه. انت حاسس ان انت متفائل؟ لا. طب خلينا نقطع كده ايه ونشوف ايه اللي مستنينا في المكرونه بشاميل دي. طب ما هي ايه؟ طب ما حلوه. انت ليه متفاجئه؟ كنت حاساها عاديه يعني، بس لقيتها اهي والبشاميل بيبوظ وحاجه اخر لذاذه. سيدي عدلها. ربنا يستر. بسم الله. دي بنغرب بيها دي قبضه ثقه. اوف. الله على البشاميل، يا نهار الله، اسود. حلوه جميله جميله. ايه ده دي تحفه. هات كده عشان نعمل ده، عشان ايه يبقى شكلها محترم شويه. الله تحفه. محتاجين نرمي ده. طب انا ممكن ادوق عادي. يلا جربي كده. انا ممكن ادوق والله. انا عايزه شوكه. في شوكه عامه. جبنا الشوكه. خلينا بقى ايه ندوق. انت هتسيبني ادوق انا لوحدي؟ لا طبعا ما ينفعش. لا طبعا مش هينفع تدوق. لا طبعا اهو. طب استنى والله ندوق. والله حلوه. قمر جميله صح؟ والله العظيم لذيذه. طيبه والله حلوه. والله طيبه عشان انت اصلا لو وحشه هتقولي ان هي وحشه. ده حقيقي. طيبه جدا. فيها حاجه ظريفه يعني. فيها ميكس. جعانه قوي. والله لطيفه. يعني ما بقاش كداب، ما تحسيش بالفرق بينها وبين الحاجه طب والله طب ده طعم بشاميل دايت بجد. صح بس ده كان طعم ظريف جدا. عجبتك؟ احبه جدا يعني. طب قول للناس ان احنا ينفع نعمل اكل هيلثي ويطلع شكله زي الاكل العادي. طبعا ممكن تعملوا اكل هيلثي. بس كله اكل مش هيلثي والله. لا والله لا، الاكل طعمه حلو ظريف جدا وانا لما دقتها حبيتها ما اتضايقتش. شفت بقى؟ يعني ما اتضايقتش. ماشي. ما اتضايقتش. صادق انا مبسوطه قوي ان انت كنت معايا النهارده. انا ابسط بجد بكتير. شكرا جدا ان انت جيت، ويا رب تكون اتبسطت في الحلقه. اولا انا باجي لك اخر الدنيا، انت عشره عمر والله. ومبروك عليكي البرنامج الحلو قوي ده، والناس كلها اللي موجوده حلوه قوي وناس كريمه واخلاقها حلوه، وانبسطت بوجودي في وسطكم كلكم. احنا مبسوطين قوي ان انت معانا. شكرا جدا. رمضان كريم. الله اكرم. يلا باي.